بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حلقتنا النهاردة عن المسقعة المصرية، هنعملها مع بعض كده من غير لحوم ومن غير كمان البدنجان بتاعك ما يشرب زيت، وهقولك على التكة اللي تخلي البدنجان بتاعك ما يشربش زيت وانت بتقليه. اول حاجه معانا البدنجان بنكون غاسلينه ومنشفينه كويس. ببتدي ان انا اقطع الكاسه بتاعته كده من فوق. هبتدي اقشر البدنجان. انا هنا مش هقشر البدنجان كله، يعني هعمل فاصل ما بين واحده وحته وحته، يعني حته هقشرها وحته لا. حابه تقشري البدنجان بتاعك كله مفيش مشكله، حابه تسيبيه بردك على القشره بتاعته مفيش مشكله. انا هنا بس عشان بعمل كمان منظر معاه، بيدي منظر حلو. هبتدي ان انا اشق كده البدنجانه نصين كده زي ما انتم شايفين. بعد كده هاخد كل جزء وهقطعه كده على 3 تقسيمات. بعد كده هبتدي ان انا اقطع قطع البدنجان. اهم حاجه تخلي القطع بتاعتك متساويه، الاحجام بتاعتها كلها زي بعضها، عشان لما تيجي تقلي كله يتحمر كده في وقت واحد. زي ما انتم شايفين بقى كده احنا قطعنا كده الكميه كلها بتاعه البدنجان، وابتدي ان انا احطها على مصفى. دي خطوه مهمه جدا، ان لازم تحطي البدنجان بتاعك على مصفى وتحطي طبق تحتيه. هنجيب كميه من الملح وهبتدي ارشها على البدنجان، وهبتدي ان انا كده اقلب البدنجان مع الملح واسيبه كده فتره ساعه او ساعه ونص لحد ما البدنجان ينزل الميه بتاعته كله في قلب الطبق. ودي خطوه مهمه جدا عشان البدنجان بتاعك لما تيجي تقليه ما يشربش زيت. هيكون معايا 4 قرون من الفلفل الرومي، ومعايا كده قرنين فلفل حامي. هبتدي دلوقتي اجيب قرن الفلفل الرومي، وهبتدي ان انا اشقه كده نصين بالطريقه دي. وكمان هبتدي ان انا كمان اشيل البذور الموجوده في قلب الفلفل بالطريقه دي. يبقى انا هنضف كله كده بنفس الطريقه. بعد كده هبتدي اجمع كل نص كده كله على بعضه، وهبتدي ان انا اقطعه على قطعتين. يعني كده نص الفلفل مقطوع على قطعتين، حطيتهم في قلب طبق. هجيب القرن الفلفل الحامي وهبتدي كده اديه كده تخريطات كده مظبوطه. طب احنا عايزينها كده مشطشطه وحلوه، احلى حاجه في المسقعه. اما القرن التاني انا هبتدي كده اديه تخريطه صغيره، دي على حسب مزاجك. هجيب طاسه واحطها على النار واحط فيها ربع معلقه من الزيت. اول بس ما يبتدي كده يسخن، هبتدي انزل ب5 فصوص توم مهروسين ناعم. هبتدي كده ادي بقى تشويحه للثوم ده كده في قلب الطاسه. هبتدي انزل هنا بقى بقرن الفلفل الحامي اللي احنا كنا مخرطينه. وانا هنا بقى عايزه على ما التومه تاخد لون ذهبي اشقر، يكون كمان الفلفل بقى طلع النكهه بتاعته. مش قادره اقولك بقى نكهه الفلفل مع التومه عاملين ازاي. انت ممكن كمان تدوقي التومه دي مع قلب الفلفل، وبدل ما انت نخرطه بالطريقه دي. بصوا هنوصل التومة للون الذهبي الاشقر زي ما انتم شايفين، ما تمرريش التوم. بيكون هنا عندي عصير الطماطم، طبعا انا مصفياه من القشر ومن البذر على مصفى. ببتدي ان انا اضيفته على التومة. هدي رشة بسيطة كده من الملح، نخلي بالنا ان انا حاطة ملح على البدنجان. وهدي رشة من الفلفل الاسود. هدي بقى كده تقليبة، وهبتدي كمان كده نقلبهم كويس. هما كده خلاص دخلوا في الغليان، هبتدي ان انا اغطي الاناء واحطه بقى على نار هاديه. ونرجع للبدنجان ده كده يا جماعه. البدنجان بتاعنا اهو صفى الميه بتاعته خالص في قلب المصفى. لو حسيت ان هو لسه متبلبل كده وفيه ميه، تجيبي المناديل اللي هو المنشف بتاعه المطبخ، وتبتدي ان انتي تنشفي البدنجان بتاعك كده خالص من الميه. بتكوني حاطه طاسه على الزيت، بتبتدي على طول تنزلي بالبدنجان بتاعك والطاسه سخنه. هتظبطي كده الطاسه بتاعتك، وبعد كده تبتدي بقى تهدي عليه النار وتقلبيه كده على طول وانت واقفه، لان هو البدنجان ما بياخدش معانا بقى سوا. وانا هنا بحمره الحمار بتاعه المظبوط، يعني بتخليه اللون الذهبي بتاعه كده زي ما انتم شايفين اللون ده حلو قوي. عشان انا مش هدخل فرن، انا هستخدمها كلها كده على عين البوتاجاز. ببتدي طبعا اكون جايبه مصفى يا اما منشف مطبخ، بطلع البدنجان عليه عشان لو كان فيه بقايا من الزيت نتخلص منها. بحط كمان قطع الفلفل. وهنا اهم خطوه في الفلفل ان انتي ما تسويش الفلفل جامد او ما تخلوش ان هو يتحرق منك. تقلبي كده فيه بسرعه، وانا عايزاه على خضاره. المهم ان هو يكون يدبل من الناحيتين كده زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. انا اللي بلاقيها خلاص كده دبلت من الناحيتين، ببتدي ان انا اطلعها على طول. قلت لك اما بتطلعها على مصفى عشان تخلص من بقايا الزيت،
اما تطلعيها على منشف مطبخ. ده البدنجان بتاعنا، وادي الفلفل اهو زي ما انتم شايفين، حاجه بقى في منتهى الجمال. طيب هنرجع بقى نشوف الصلصه بتاعتنا دلوقتي عملت ايه. لقينا الصلصه اتسبكت وبقت زي الفل. بصوا يا جماعه، مش باين فيها حتى نسبه الدهون، ودي خطوه مهمه جدا. خلاص هبتدي ان انا هنا ضفت بالتقريب بالظبط ربع كوبايه من الميه او نص كوبايه ميه، خلاص، بحيث ان انا عايزه بس افك الصلصه بتاعتنا. بعد كده هدي رشه بسيطه من الفلفل الاسود المطحون، واديت هنا نص معلقه من الكمون المطحون، وحطيت ربع معلقه من الخل، وابتديت ان انا اقلب. انا هنا بقى ما ضفتش ملح لان انا طبعا حاطه ملح على البدنجان، فطبعا كده هيبقى الدنيا معايا مظبوطه. لو زودت هنا ملح هتحدق معاكي. نزلت بقى بالبدنجان، ونزلت مع الفلفل اللي كان الحامي مع الفلفل الرومي اللي احنا كنا محمرينهم، ونزلت بيهم في قلب الطاسه زي ما انت شايفه بالطريقه دي. هنا بتديهم كده تقلبتين بالظبط، يعني ممكن ياخدوا غلوه او غلوتين لحد ما احس ان البدنجان والفلفل اتشرب من الصلصه بتاعتنا كده كويس. بعد كده ببتدي اطفي عليه النار، وابتدي ان انا اقدمه في طبق التقديم. بصوا بقى شايفين الجمال، حاجه كده من اهم حاجه ان الطبق بتاعنا مش شايفه بقى فيه اي زيوت خالص. اهم خطوه ان انت لازم لما تيجي تحمري البدنجان بتاعك لازم تعملي خطوه الملح، وان انت تحطيه على قلب مصفى يصفى الميه بتاعته تماما. ولو حسيتي ان هو لسه فيه ميه كده او متبلبل، تجيبي كده منشف مطبخ وتبتدي تمسحي البدنجان بتاعك كويس وتبتدي تحمريه. صدقيني هيطلع معاكي ناشف ومش شارب زيت وزي الفل. دي كانت حلقتنا النهارده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.